بتاريخ 14/3/2026 أعلمنا من عمليات قيادة حمص بوجود جثة رجل في منطقة الجابرية التابعة لأعمال قسمنا. على الفور انتقلنا إلى المكان المذكور، وبوصولنا شوهدت جثة رجل في العقد الخامس من العمر. تم إعلام هيئة الكشف، حيث أمر القاضي بإحضار الجثة إلى المشفى، وبإجراء الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي. تبين أن سبب الوفاة هو أثر إصابته بالطلق ناري، وحسب توجيهات السيد قائد قوى الأمن الداخلي والسيد معاون قائد قوى الأمن الداخلي بضرورة تكثيف الجهود لمعرفة الجناه، تم استدعاء أهل المغدور لمعرفة فيما إذا كان هناك عداوة شخصية ما بين المغدور وما بين شخص آخر. وتبين بأن المغدور يعمل سائق لدى أحد المكاتب. تم استدعاء صاحب المكتب، وأفاد بأن المغدور في يوم قتل قام بإيصال راكبة إلى كراج السلمية، وبعد ذلك انقطع الاتصال معه، حيث تبين إنزال الراكبة وصعود راكبين معه. تم إخراج صور هذين الراكبين، وبالبحث لمدة 7 أيام تمكنا من معرفة عائدية هذا الصور لمن، واستحصلنا على إذن تحري من النيابة العامة من أجل تحري البيت، وقمنا باصطحاب المختار. وبتحرينا المنزل ألقينا القبض على أحدهم، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليهم. بعد ما قتلته شو عملته؟ حمزة كان مسك ايه فتحوا حمزة ايه مسكوا حمزة وانت مسكوا حمزة شدوا هيك، انا سحبته من هيك. روح مكان ما زتته، مكان ما زتته. ايوه ايه بعدين رجعت ركبت هيك، ايوه ركبت هيك حمزة ركب بالسيارة. نعم. وركب جنبي محمد وطلع فيه. قمنا نحن ايضا بتكثيف الجهود حتى تمكنا من القاء القبض على المتبقين، حيث القي القبض على 4 أشخاص. بتحري منزل حمزة عثر على مسدس حربي لون زيتي نوع تركي، وعدد من الطلقات النارية، إضافة إلى قنبلتين يدويتين وشعر مستعار يستخدمه الجناه للتمويه أثناء عمليات السلب. بالتحقيق مع الجميع أفادوا بارتكابهم الجرم. كما عثر على السيارة التي تم سلبها في أحد المناطق التابعة لقسم البياضة، تم سوقها إلى مركز القسم، وسيتم تقديم الجناه إلى القضاء أصولا. وبعيدا عن جريمة القتل، قمنا بالتوسع بالتحقيق مع الملقى القبض عليهم فيما يتعلق بحوادث السلب والسرقة التي تحدث في المحافظة، حيث اعترفوا بإقدامهم على ارتكاب عدة جرائم سلب، منها دراجات نارية وسيارات ومبالغ مالية من أشخاص وجرارات زراعية. واعترفوا على عدة جرائم بعدة مناطق في محافظة حمص، حيث تم التواصل مع الوحدات الشرطية الموجودة في تلك المناطق. تبين صحة ما أفادوا به بأن تلك الوحدات الشرطية قد تعرضت لمناطقها للسلب من قبل أشخاص مجهولين، وتم تزويدنا بإرقام الضبوط المنظمة في تلك الوحدات، وتأكدنا من صحة الإفادات التي أدلوا فيها الجناه.